عارفين لما مش بنلاقي فكرة جديدة لفيلم كوميدي نعملها، بنرجع بالزمن لأيام فيلم العميل 13 بتاع محمد صبحي، وناخد نفس الفكرة ونفضل نتنطط في الأزمان ونقفش كل قصة مشابهة ليها، وفي الآخر نعمل فيلم العميل صفر. هحكي لك. مش صفر عبد اللطيف شداد الهمم اللي يسلم سلاحه ويمسك ماشي. قصة الفيلم واللي ظاهر من الإعلان إنها بتتكلم عن شخص غبي وهو حارس أمن في مكان ما، وبيبدأ يواجه صعوبات كتيرة بسبب إنه فاكر نفسه ذكي وبسبب إنه فاكر نفسه محقق عالمي ما جابتوش ولادة، ولكن كالعادة في القصص ديت إن غبائه هو اللي بينقذه في كل مرة، ودي المناطق اللي في القصة اللي بيتولد منها الضحك. وهنا هنتكلم عن كوميديا الفيلم نفسه. قلب جندي لا يخشى إلا الله. كوميديا الفيلم تعتبر معتمدة بشكل كلي على كوميديا الموقف. الإفيهات اللي في الفيلم ما كانتش كتيرة نهائي، إن لم يكن في بعض الأحيان بتاخدك لمرحلة استظراف تبقى ما انتش عارف تضحك على اللي بيتقال ولا يا رب المشهد ده يعدي. ولكن كوميديا الموقف اللي في الفيلم بجد بتضحك، وبرغم إن انت شفت المواقف الكوميدية دي في أفلام كتيرة جدا، منها فيلم نمس بوند وفيلم أسد وأربع قطط لهاني رمزي اللي تقريبا بيجيبوا نفس معالجة الشخص الغبي، ولكنك برضه هتضحك عليها تاني وتالت، لأن كوميديا الموقف للشخص الغبي ما بتموتش. وفكرة كوميديا الشخص الغبي فكرة مطاطية أصلا في السينما من زمان قوي، زيها زي فكرة تيمة الانتقام اللي ما بتنتهيش مهما حصل. بس الكوميديا دي بقى عشان تضحكك لازم تطلع من أداء أبطالها، وهنا هنروح لأبطال العمل نفسه. أنت بتعمل إيه هنا؟ كنت بفضي الشيشه. يعني إيه؟ بفك ميه، انا اللي عملت. مصطفى غريب بالنسبة لي يعتبر هو الكوميديان اللطيف اللي بيجي يعمل دوره كما يجب أن يكون، وفي نفس الوقت بيحاول يبعد عن الاستظراف أو الأفوارة. ده غير كمان إن أدواره ما بتبقاش تقيلة قوي في الكوميديا، أو الاعتماد على الضحك ما بيبقاش صريح منه، فبالتالي أنت هتتقبله لأن دوره يعتبر وسطي في الفيلم، لا عليه حمل عالي قوي إنه يقدم لك ضحك وفي نفس الوقت انت مش هتستثقله في الفيلم. محدش هيخرج منها سليم. اما اسماء ابو اليزيد فاختيارها كان موفق جدا في الفيلم، وتقريبا دي اول مره السنه دي اقول ان بطله الفيلم الكوميدي المره دي ما تعتبرش مسكاستنج، وده كمان يعتبر ذكاء من صناع العمل نفسه، لان هم ما اثقلوش عليها من الجانب الكوميدي، والمخرج هنا كان عارف انها مش كوميديانه. ولو رحنا للفنان بيومي فؤاد، فبيومي فؤاد هو بيومي فؤاد، نفس الافيهات بنفس القائها، يا تضحكك يا ما تضحككش على حسب حبك لبيومي فؤاد. وبكده بيومي فؤاد يعتبر عملة كسبانة لأي عمل بيشارك فيه، لأن أكيد ليه جمهور بيضحك على الكوميديا بتاعته. عندما يجتمع العلم مع العشاء بيطلعوا بزجاجة. ودلوقتي بقى هنروح لبطل العمل وهو الفنان أكرم حسني. الفنان أكرم حسني دلوقتي عمل من بطولته في السينما وفي التلفزيون فاضل له المسرح، ويبقى كده قفل كل الحاجات اللي ممكن يشارك فيها بنفس طريقة التمثيل وبنفس طريقة إلقائه للكوميديا. حاول تستفيد من خبرة العميل صفر في أصول وقواعد التأمين. أكرم حسني في كل عمل بيخش بيثبت انه ملوش غير طريقه واحده بس للتمثيل في الكوميديا، وصدقني فيلم العميل صفر كاداء تمثيلي لاكرم حسني مش هيفرق كتير عن الوصيه، عن مكتوب عليا، عن جميع الاعمال اللي انت شفتها له، خصوصا كمان لما يأدي كاركتر الشخص الغبي. ساعتها بتلاقي ان اكرم حسني بيمثل بكل كيانه عشان يثبت لك انه غبي، والمشكله ان كيانه ده ما بيتغيرش، دايما بيطلع لك بكاركتر اكرم حسني. لا والله يا ابني مش موجود، نقول له مين لما يجي؟ يا جدعان بلاش غباوة بقى يا جدعان بقى. بعيدا عن ان كوميديا اكرم حسني دي بتضحكني او ما بتضحكنيش، الا انها دايما ثابته في كل الاعمال اللي بيأديها. شخصيه العميل صفر ما تعتبرش جديده على اكرم حسني ولا جديده عليك كمشاهد، لا من اكرم حسني ولا من غيره، لان انت ممكن تشبهها بالعميل 13 اللي قدمها الفنان محمد صبحي، وزي ما قلت لك ممكن تشبهها بهاني رمزي في اكتر من عمل. كوميديا اكرم حسني معتمده بشكل كلي على كوميديا الموقف وعلى تفاصيل الشخصيه اللي تقريبا انت حافظها. وهنا بقى لازم نتكلم شويه عن الكتابه وعن السيناريو والحوار. غيب عنك دقيقتين يتخطفوا منك. القرود تلزم أشجارها. مبدئيا كده كتابة كوميديا القصة معتمدة على الغباء، فما تحاولش انت تستذكى وتقول هم ليه ما عملوش كده وعملوا كده، لان الفكرة نفسها مبنية على الغباء عشان انت تضحك. فمن اول لحظة في كتابة السيناريو والحوار في كل كلمة بتتقال مبنية على غباء الشخصيات نفسه، وتتطور الكتابة مع الوقت ان مش بس البطل الرئيسي هو الغبي، الكتابة حولت كل ابطال الفيلم الاغبياء لمجرد انهم يضحكوك. والموضوع ما خلصش هنا، كل فيلم من نوعية الافلام ديت لازم يكون فيه منطقة تحولية للبطل نفسه، وهي بتكون قبل نهاية الفيلم على طول، اللي البطل فيها المفروض بيتصدم بفشله او بغبائه او بايا كان، وبيتحول الموضوع لدرامي شوية حتى في مشهد او مشهدين. حتى بقى في المشهدين دول الكتابة كانت برضو مصممة على غباء البطل عشان تعصرك، عشان تجيب منك ضحك حتى لو في المشاهد الدرامية اللي في الفيلم. ولكن خليني اقول لك برضو ان الكتابة كان فيها بعض الحاجات الذكية، زي مثلا ان فكرة اغنية كوميدي تشتغل في مشهد اكشن.
اخشع يا تلميذ. ده غير كمان كمية الكلام اللي كان معظمه وزن وقافية علشان بس يطلع لك ضحك من بطل العمل نفسه، وده بيتهيألي شيء صعب ومجهد شوية في الكتابة. وبكده بقى يا معلم إجماليا فيلم العميل صفر هو الفيلم التقليدي اللي مش هيفاجئك نهائي، وكوميديته نابعة من إنه ما بيفاجئكش أساسا، ده بالعكس هو معتمد على الفكر التقليدي عشان يجيب منك ضحك أساسا، وصدقني هتضحك لأن كوميديا الغباء مضمونة دايما في الضحك. تقييمي للفيلم ده هو 6.5 من 10 يوم ما اقول ان الفيلم ده حلو. المهم انت قول لي رايك، متحمس تشوف الفيلم ده من اعلانه ولا لا؟ ده غير ان كوميديا اكرم حسني معتمده على ذوقك انت الشخصي اذا كنت بتضحك عليها ولا لا. مستني رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.